السلام عليكم، ايه الاخبار؟ ان شاء الله دايما تكونوا في افضل حال وفي افضل صحة. حقيقي وحشتونا جدا. احنا بنعتذر ان الفيديوهات بالنسبة لنا دلوقتي الفترة دي احنا مش بنظهر فيها. دعواتكم ليا بس بالشفاء بمشيئة الرحمن، ونرجع تاني نصور الفيديوهات زي ما حضراتكم شايفين وبتقرأوا في الفيديو ده بنتكلم فيه عن أسباب آلام أسفل الظهر اللي انتشرت بشكل واضح وكبير جدا جدا ما بين حضراتكم، وكتير بيسألوا ايه هو اكتر سبب يسبب بالنسبة لي آلام اسفل الظهر. والاسباب زي ما حضراتكم شايفينها دلوقتي موجودة متنوعة، منها الجلوس او الوقوف او استخدام العمود الفقري بشكل كامل بطريقة خاطئة لمدة طويلة، وده اللي بيسبب لنا كل الاعراض اللي بتسبب بعد كده آلام اسفل الظهر. ومش شرط ان يكون عندي مشكلة في اسفل الظهر وما يكونش عندي بعدها تسميع في الرجل، بالشرط خالص ان انا عشان يكون عندي ألم في أسفل الظهر يكون عندي مثلا سياتيكا أو عرق النسا أو تسميع في الجزء الخلفي أو حتى في الأمامي من الرجل يمتد لحد الركبة أو يمتد لحد الكعب. مش شرط تماما. أي وجع بالنسبة لنا في أسفل الظهر ليه علاقة بالعضلات وبالعمود الفقري ممكن يندرج عادي جدا تحت أسباب آلام أسفل الظهر. وفي آخر الفيديو زي ما أنا بقول لحضراتكم دايما لازم نستخدم أو لازم نمارس تمارين لتقوية عضلات أسفل الظهر، لان هي اقوى بروفيلاكتيك ممكن حضرتك تعمله او اكتر حاجة ممكن تقدر تحافظ بيها على سلامة عضلات العمود الفقري بشكل كامل، سواء كان أسفل الظهر محل الحديث أو بعد كده قدام بمشيئة الرحمن وإحنا بنتكلم عن الرقبة أو بنتكلم على أي منطقة تانية في الجسم. واحنا غيرنا شويه الديزاين بتاع الفيديوهات بتاعه التمارين، خلينا التمرين يكون فيديو كامل مع حضراتكم هنا عشان حضرتك تقدر تعرف التمرين بشكل كامل from starting position to ending position. يعني التمرين بشكل كامل هيكون مع حضرتك فيديو، وكمان الوصف بتاع الفيديو هيكون جنبه بحيث ان حضرتك لو حبيت تاخد سكرين شوت او تحفظ الفيديو عندك وتمارس التمارين دي هيبقى اسهل لحضرتك بكتير. واكتبوا لنا في التعليقات هل الصيغه كده احسن ولا نرجع تاني للصور. واتمنى ان الفيديو ده او الفيديوهات من النوعية دي تعجب حضراتكم بمشيئة الرحمن. مرحلة انتقالية كده لحد ما نرجع تاني نصور مع حضراتكم بمشيئة الرحمن. التمارين دي مهمة جدا، التمارين دي بروفيلاكتيك، تمارين وقائية اعتقد مهمة لينا كلنا، سواء كنت بتقعد على المكتب كتير او حتى وضعية النوم او الجلوس بتاعتك مش افضل حاجة، الشغل بتاعك بيتطلب منك بذل مجهود بتوطي كتير، التمارين دي هتكون مهمة جدا جدا جدا. اما لو عندنا اعراض لآلام اسفل الظهر من وجع من تنميل من حرقان لازم نكشف في الاول، وبعد ما نكشف بمشيئة الرحمن العلاج هيتعرف بعد الكشف بعد الأشعة وهكذا، وبعدها إن شاء الله يكون العلاج سهل وبسيط. أتمنى الفيديو يعجبكم، ولو بتشوفني ما تنساش تشترك في القناة أو تعمل متابعة لينا هنا على الفيسبوك، وأشوفكم إن شاء الله الفترة اللي جاية، ودعواتكم لينا بالشفاء. السلام عليكم.